آخر تطورات أوضاع الذهب العالمي الأسبوع اللي فات اللي قفل عندنا منطقة دعم مهمة جدا ما بين 3925 ل 3950. لو نجح في كسرها الأسفل هنبتدي نشوف مسار هابط، وعندنا منطقة مقاومة من 4025 ل 4050، ودي منطقة عنيفة جدا جه عندها السعر أكتر من مرة وارتد الأسفل. برضه لو نجح في اختراقها هيكمل اختراق لأعلى، فأنت لو متداول هتبص قوي على المنطقتين دول، لان المنطقتين دول اللي فوق واللي تحت الاسبوع اللي فات الذهب معرفش ولا يعدي لفوق ولا ينزل عن اللي تحت. اما فيما يخص التغيرات السياسيه والاقتصاديه اللي بدورها بتاثر على التحليل الفني ومستويات الاسعار، الحرب التجاريه مفيش جديد. الاغلاق الحكومي امريكا بدات تعاني، ووزير الخزانه الامريكي قال ان الموضوع بدا ياخد منحنى خطير، وخصوصا ان احنا رسميا بقينا عند اطول اغلاق حكومي في تاريخ امريكا، وقال ان حركه السياحه والترفيه انخفضت بنسبه 20%، وده هيؤدي الى تباطؤ سوق العمل وليه تاثير سلبي. وفي النقطه دي ترامب اعلن ان في برنامج اسمه اوباما كير، ده برنامج تامين صحي. قال الفلوس بدل ما تتوجه بالمليارات الى البرنامج ده، المفروض الاسر الامريكيه تسترد المبالغ اللي كانت مخصومه منها على ذمه التامين، وتبتدي تصرف منها الفتره اللي جايه على التامين بنفسها. يعني ما بقاش فيه دعم للتامين الصحي في امريكا، في نفس الوقت يتفضل معاهم فائض يقدروا يصرفوا منه، لان فتره الاغلاق الحكومي طولت. واخر نقطه تاخدها في الاعتبار سواء انت متداول او بتشتري وبتبيع ذهب على فترات متباعده، ان ساكسو بنك اعلن ان 80% من المتداولين في الشرق الاوسط بياخدوا قرارات التداول والاستثمار بناء على السياسه الماليه الامريكيه، وده يدل على كلامهم ان في وعي حصل في المنطقه بالتغيرات السياسيه العالميه فيما يخص الاقتصاد العالمي. فانت عشان تقدر تاخد قرارات سليمه فيما يتعلق بالذهب سواء تداول او سواء استثمار، لازم تراقب السياسه الامريكيه الاقتصاديه وتاثيرها على اسعار الذهب سواء بالصعود او بالهبوط.